لو انت شخص بتفكر كتير وده بيسبب لك قلق وتوتر وخوف من المستقبل، جبت لك 4 نصايح سحرية هتخليك تهدي اعصابك. اول حاجة معانا، اتنفس بشكل عميق. انت عارف بقى لو انت خدت نفس عميق وانت مغمض عينك وفكرت في كل الافكار السلبية، هتحس مع الزفير ان انت طلعت كل الافكار دي، فهتصفي ذهنك وهتحس براحة وهتحس ان انت عايز تبدأ من جديد. اكيد سمعت جملة ان قعدة الصحاب احتياج مش رفاهية، وانا بقولك ان دي جملة صح 100%، لان هي بتشحنك بطاقة وبتساعدك انك تكون ذكريات جديدة. بس الاهم في كل ده انك تبعد عن كل الاشخاص السلبيين. تالت حاجة معانا، ابعد عن كل حاجة بتزعجك. خلي هدفك في حياتك حاجتين، الراحة والنجاح، وانك تسعى دايما انك توصل لهم، وابعد تماما عن اي حاجة تعطل تركيزك او تشتتك. رابع حاجة، افتكر دايما انجازاتك القديمة مهما كانت صغيرة، بس دايما فكر ان هي ازاي ساعدتك ان هي تكون شخصيتك وتخليك اقوى وانضج.